ولهذا انظر إلى واقع المسلمين المرير، ما يفعله الرافضة اليوم في بلاد أهل الإسلام من قتل العلماء وتفجير المساجد وسباحة دماء المسلمين وتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أم المؤمنين عائشة والتشكيك بهذا الدين العظيم. ما يفعله الرافضة في بلاد العراق وسوريا ولبنان، وما يفعله الرافضة الحوثيون اليوم في بلادنا وفي المناطق التي هي تحت سيطرته من بث الفرقة والعداء والتكفير والتفجير في أوساط المسلمين. في بان حرب 2015 استباح دماءنا واستباح أعراضنا واستباح أموالنا واستباح أرضنا، لأنه يعلم أنه من لم يكن على معتقده ومن لم يؤمن ما يؤمن به فهو حلال الدم. فهي طائفة تكفيرية تكفر المسلمين وتسعى إلى تقسيم عالم الدين. ولهذا انظر أخ الإيمان، كم من أبرياء قتلوا، وكم من مساجد هدمت، وكم من أرواح أزهقت، وكم من نساء رملت، وكم من أطفال يتموا منذ عام 2015 إلى يومنا هذا، وهو يسعى سعيا حثيثا للإفساد في الأرض. من أين جاءت هذه الأفكار الهدامة التي بنى هذا الرافضي الخبيث عقيدته عليها وحربه لأهل الإسلام عليها؟ إنه المكر من قبل أعداء الإسلام. صنعوا لأمة الإسلام هذا الفكر الخبيث وهذا المنهج الغوي ليسعى هؤلاء القوم للحرب على الإسلام وأهله باسم الإسلام. وإلا فالرافضة صنيعة يهودية وأداة لأعداء الإسلام يضربون أهل الإسلام باسم الإسلام. وقد صرح ساستهم وصرح قادتهم أنه ليس بينهم وبين إسرائيل عداوة. لتعلم أخ الإسلام والإيمان أن شعارهم الكاذب وإن شعارهم المزيف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، أن المراد الأمريكي والإسرائيلي هو أنا وأن، لأننا أبينا المذلة وأن نعيش تحت وطأته وتحت حكمه الجائر، ولن نرضى بعقيدته. أبينا إلا أن نعيش على أرضنا أحرارا بعزة وكرامة، إما أن نعيش حياة السعداء أو نموت ميتة الشهداء.